بيبدأ الفيلم في سيرك متنقل مع ولد اسمه جون، وبيكون رايح وقتها يتكلم مع اخته ليلى، فبيقول لها ان في قطر وصل للمحطة واكيد والدهم هولت راجع فيه، وده لانه كان بعيد عنهم لفترة طويلة قوي بسبب انه انضم للجيش وشارك في الحرب. فبيروحوا هما الاتنين عشان يستقبلوا والدهم، وبيتفاجئوا للاسف انه خسر دراعه في الحرب. فبيحضنهم والدهم هولت وبيقول لهم انهم وحشوه جدا، وبعدها بيروح هولت عشان يسلم على كل الموجودين في السيرك، وبيكون واضح كده انهم عارفينه كويس. وبعدها بيروح يقابل ماكس صاحب السيرك، وبنعرف ان هولت كان شغال في السيرك دوت قبل ما ينضم للجيش، وانه كان مسؤول عن عرض الخيول اللي في السيرك، وده لانه موهوب جدا في ركوب الخيل وبيعرف يدربهم بشكل كويس قوي. فبيبدا يتكلم مع ماكس وبيساله لو يقدر يرجع من تاني عشان يقدم عروض الخيول بتاعته، بس ماكس بيرفض وبيشرح له ان في وباء انتشر الفتره اللي فاتت في البلد، وللاسف حالته الماديه صعبه جدا دلوقتي، عشان كده اضطر انه يبيع كل الخيول اللي في السيرك. فبيبدا هولت يسترجع ذكرياته وبيفتكر ان مراته ماتت بسبب الوباء دوت، فبيعرض عليه ماكس انه يخليه يقدم عرض الفيله اللي موجوده في السيرك بدل الخيول، وبتكون الفيله ديت اسمها جامبو. فبيضطر هولت انه يوافق لانه محتاج يشتغل، وساعتها بيوديه ماكس للفيله جامبو وبيعرفه انها حامل. وفي يوم بيروح هولت يدربها وبيتفاجئ انها خلفت فيل صغير، فبيقرب منه وبيحاول يطمنه هو واولاده انه محدش هيعمل له حاجه، بس الفيل بيكون مرعوب جدا وبيجري لحد ما بيروح لوالدته. فبيروحوا وراه وبيستغربوا شكله جدا لانه مختلف عن اي فيل هم شافوه في حياتهم، وده لان ودنه حجمها كبير قوي وبشكل مش طبيعي. وبيكون ماكس صاحب السيرك متضايق من شكله قوي، وبيقرر انه مش هيخلي الفيل الصغير دوت يقدم عروض للناس لانهم هيخافوا منه. وقتها بتكون ليلى وجون حبوا الفيل الصغير دوت وبيقرروا يهتموا بيه ويدربوه، وكمان بيسموه دامبو. وفي يوم بيلعبوا معاه وبتدخل في مناخيره ريشه بتخليه يعطس، وبيتفاجئوا انه بيطير في الجو بسبب ان ودانه طويله. هو بيكونوا طبعا مش مستوعبين اللي حصل، فبيروحوا يحكوا لوالدهم هولت وبيقولوا له انه دامبو بيطير، لكنه بيتجاهلهم وما بيكونش مصدقهم. هو ده لان الفيل مستحيل يطير بسبب حجمه الضخم. وفي يوم تقديم عرض الفيله بيخفي هولت ودان دامبو بقماشه، وده عشان ما تبانش لحسن الجمهور يخافوا منه. المهم ما بيبدا العرض بيشوف دامبو ريشه على طاقيه واحده من الجمهور وبيشفطها بزلمته، فبيعطس والقماشه بتتشال من على ودانه، وساعتها بيشوف الجمهور ودانه وبيفضلوا يضحكوا بصوت عالي. فبتقلق والده دامبو على ابنها وبتقتحم العرض عشان تحميه، فبيحاول هولت يهديها وبيقول لها محدش هيقدر يقرب من دامبو، وبيوعدها كمان انه هيحميه بنفسه. ولكن وقتها بيجي مهرج شغال في السيرك وبيحاول يضربها بالكرباج، فبتتعصب جدا وبتدمر المكان، وساعتها بيقع عمود عن مهرج وبيموت، وبيهرب الجمهور كله من السيرك. فبينفعل ماكس بسبب ان العرض باظ، وبيقرر يحبس والد دامبو ويبيعها عشان ما تدمرش السيرك بتاعه مرة تانية. وتاني يوم بيروح ماكس يقابل الشخص اللي اشترى منه والد دامبو وبيقول له انه عاوز يبيعها باي تمن ممكن، فبيوافق الشخص دوت بشرط انه يشتريها بسعر قليل جدا. فبيضطر ماكس انه يوافق يبيعها بسعر رخيص، وبيروح الراجل وبياخد والدة دامبو عشان ينقلها للعربية. وقتها بيحاول دامبو انه يروح مع والدته عشان ما يسيبهاش، بس هولت بيمنعه وبياخده بعيد عنها. المهم بالليل بتروح ليلى هي وجون عشان يطمنوا على دامبو، فبيلاقوا انه حزين جدا وحاسس بالوحدة، وساعتها بيطمنوه بيقولوا له انهم بيحبوه جدا وهيفضلوا جنبه للابد. وقبل ما يمشوا بيلاقي دامبو ريشه على الارض وبيشفطها كالعاده، فبيعطس وبيطير في الجو، وساعتها بتصدموا وبتقول ليلى ان الريش هو اللي بيخلي دامبو بيطير. فبيحاول جون انه يرمي له ريشه عشان يدربه على الطيران، وفعلا بيبدا دامبو يتعود على الطيران بودانه. فبتقرر ليلى هي وجون انهم يدربوه على الطيران عشان يقدر يطير في العروض بتاعه السيرك. وساعتها ماكس صاحب السيرك هيكسب فلوس كتيره قوي، وبالتالي هيوافق يرجع والدته مره تانية. المهم تاني يوم بيبدا عرض المهرجين في السيرك، وبيقرر ماكس صاحب السيرك انه يخلي دامبو يشارك معاهم في العرض، وده عشان يخلي الجمهور يضحكوا على ودانه. وبيكون مطلوب منه في العرض انه يشرب ميه ويطلع فوق الرفعه عشان يطفي النار، واول ما بيطلع الرفعه بتزيد النار وبيكون دامبو خايف جدا. فبتطلع ليلى تديله الريشه وبتطلب منه انه يطير قدام الجمهور، وده عشان يبهرهم ويثبت لهم قد ايه هو فيل مميز. بس قبل ما تكمل كلامها بتقع من فوق الرفعه، ولكن لحسن حظها بتقع في حوض الميه وما بيحصلهاش حاجه. فبيشفط دامبو الريشه وبيطير قدام الجمهور كله، وطبعا كلهم بيكونوا منبهرين جدا. وساعتها بيكون في صحفي بيصوره وهو بيطير، وبينزل الخبر دوت في كل الجرايد، وبيتشهر دامبو لدرجه ان كل الناس بيروحوا السيرك عشان يتفرجوا عليه. المهم في يوم بيجي واحد غني اسمه فاندر عشان يشتري دامبو لان عنده مدينه العاب كبيره بيتعمل فيها عروض السيرك. فبيتكلم مع ماكس في مكتبه وبيعرض عليه يشتري دامبو، بس ماكس بيرفض بحاجه ان السيرك بتاعه بقى بيكسب فلوس كتيره قوي بسبب دامبو. فبتقطع كولة اخت فاندر وبتقول له انها مش مصدقه ان في فيل بيطير، فبياخدهم ماكس المكان الفيل دامبو وبيخليهم يشوفوه.
يشوفوه. فبيتصدم فاندر لما بيشوف ودان دامبو الكبيرة وبيصدق فعلا انه بيطير. فبيتكلم مع ماكس على انفراد وبيعرض عليه انهم يكونوا شركاء، وبدل ما هيكون عنده سيرك متنقل بسيط هيخليه يقدم العروض في مدينة الألعاب بتاعته بشرط انهم يتقاسموا الأرباح اللي هتيجي من العرض بتاع دامبو. فبيوافق ماكس وبينقل السيرك بتاعه لمدينة الألعاب، وهناك بيتكلم فاندر مع هولت وبيقول له انا عارف انك بتحب تقدم عروض بالخيول وممكن كمان اخليك تشتغل معايا، بس بشرط ان الفيل دامبو يقدم عرض يوم الجمعة وهو بيطير وانه يخلي كوليت تركب على ظهره. فبيوافق هولت وبتروح كوليت عشان تتدرب مع دامبو، وبتبدأ تسأل ليلى هو بيطير ازاي، فبتشرح لها ليلى ان دامبو لازم يشفط ريشة عشان يقدر يطير، وساعتها بتطلع كوليت وبتتمرجح وبتعمل حركات في الهواء. فبتروح ليلى تدي الريشة لدامبو وبيطير هو كمان، وساعتها بتحاول كوليت انها تركب على ظهره لكنها بتخبط فيه وبيقع على الشبكة، ولكن لحسن الحظ ما بيحصل لهمش حاجة. وبعد شوية بيجي فاندر يتكلم مع كوليت وبيسألها لو قدرت تركب على ظهر دامبو وهو بيطير ولا لأ، فبتقوله ان الموضوع ده صعب جدا ومحتاج تدريبات كتير، وساعتها بتتدرب معاه وبتنجح اخيرا انها تركب على ظهره وهو بيطير. وفي يوم العرض بيقف دامبو على رفعة وبتطلع بيه لارتفاع عالي، فبتروح كوليت بعدها تركب على ظهره وبتطلع ريشة عشان تخليه يطير. وساعتها بتلاحظ ليلى ان مفيش شبكة على الارض في حالة لو دامبو وقع، فبتروح بسرعة وبتقول لوالدها هولت. فبيتكلم هولت مع الموظفين وبيعرف منهم ان فاندر قال لهم ما يحطوش الشبكة، وبيفضل يندى على كوليت عشان تلغي العرض حفاظا على سلامتها هي ودامبو. بس للاسف كوليت مش بتسمعه وبتقع الريشة من غير ما دامبو يشفطها، فبترتبك كوليت وبتفقد توازنها وبتقع، وساعتها بيروح هولت ينقذها وبيمسكها في اخر لحظة. بس المصيبة كمان ان دامبو بيكون على وشك ان يقع هو كمان، فبيسمع صوت والدته قريبة من المكان وبيستجمع شجاعته وبيشفط الريشة بسرعة وبيطير في الجو. فبينبهر الجمهور وبيفضلوا يسقفوا له، وفجأة بيلاقوه خارج من السيرك وبيروح للمكان اللي فيه والدته، فبتحضنه جنب والدته وبتكون سعيدة جدا انها شافته مرة تانية. بس للأسف بيجي فاندر وبيخلي رجالته ياخدوا دامبو بعيد عن والدته، وما بيرجع لمكتبه بيقول لهولت ان العرض فشل بسببه، وده لانه ما دربش دامبو كويس. فبتقطعه ليلى وبتشرح له ان دامبو عاوز يفضل جنب والدته وبتترجاه ما يبعدوش دامبو عنها، بس فاندر بيرفض بحجة ان والدة دامبو هتشتته عن العروض، والحل الوحيد بقى انه يفضل بعيد عنها. وبعد ما بيخلص كلامه بيأمر الحارس بتاعه يخلص على والدة دامبو. المهم تاني يوم بيستدعي ماكس لمكتبه وبيقول له ان فريق السيرك بتاعه ادائهم بقى سيء قوي، وبيأمره يرفضهم ويخرجهم من مدينة الالعاب. فبيضطر ماكس انه ينفذ اوامره لانهم شركاء، وساعتها بيروح الفريق وبيودعوا دامبو وبيلاقوه حزين جدا بسبب انه بعيد عن والدته. فبيجي مساعد فاندر ويتكلم معاهم وبيقول لهم ان فاندر عاوز يخلص على والدة دامبو. فبيتصدم هولت وبيقرر هو وفريقه انهم يحرروا دامبو والدته، وبعد ما يحرروهم هيخرجوهم من المدينة. المهم بالليل بيجي ميعاد العرض بتاع دامبو، فبيروح فريق هولت وبيحرروا والدته، وساعتها بيقدر دامبو يطير وكوليت بتكون راكبة على ظهره. فبيستغل هولت الفرصة وبيطلع فوق الخيمة اللي فيها العرض، وبعدها بيقطعها عشان دامبو يهرب من المكان، وفعلا بيهرب دامبو وبتشاور له كوليت على مكان برج التحكم عشان تساعده في انه يهرب هو والدته. وما بتوصل هناك بيمنعها الحراس، وبيروح دامبو وبيشد المخبط اللي بيفتح باب مدينة الألعاب. فبيخرج الفريق بالعربية اللي فيها والدة دامبو، وساعتها بيفصل دامبو الكهرباء اللي في المدينة عشان يعطل الحراس. فبيجي فاندر وبيشغل الكهرباء مرة تانية، هو بيلاقي ان كوليت هربت هي ودامبو، وفجأة بتبوظ كابينة الكهرباء وبتتحرق المدينة كلها. فبيروح هولت وبياخد ولاده عشان يهربوا، لكنهم للأسف بيكونوا متحوطين بالنار من كل اتجاه وما بيكونش في أي طريقة يخرجوا بيها. فبيطلب منه هولت انه ياخد ولاده ويطير بيهم عشان يخرجوا من المدينة، بس دامبو ما بيقدرش لانه ضيع الريشة اللي بتساعده في الطيران. فبتتكلم معاه ليلى وبتقول له انه مش محتاج ريشة عشان يطير، لكنه محتاج انه يثق في نفسه وفي قدراته. فبيبدأ دامبو يتحمس وبيخليها تركب على ظهره هي واخوها، وبيطير بيهم بسرعة لحد ما بيخرجوا من المدينة. وساعتها بيركب هولت حصان وبيخرج من المدينة، وبيكون فاندر متضايق جدا بسبب المدينة بتاعته اتدمرت بالكامل بسبب جشعه وطمعه. ووقتها بقى بيرجع دامبو لوالدته، ويكون فريق السيرك عاوزين يركبوهم سفينة عشان يرجعوهم للغابة، وهناك بقى هيعيشوا سعداء وبحرية بعيد عن السيرك. بس دامبو بيتضايق وبيودع ليلى وعيلتها، وبيكونوا كلهم زعلانين عشان مش هيشوفوه تاني. فبيركب دامبو السفينة مع والدته وبيمشي، وبعد فترة بيقدر ماكس يبني سيرك كبير جدا وبيقدم فريقه عروض كتيرة قوي. وفي نفس الوقت ده بيكون دامبو مع والدته في الغابة، وبيشوفوا هناك قطيع فيلة كبير وبينضم لهم، وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم بقى اعمل لي لايك للفيديو واشترك في القناة. وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها اوفر دوز افلام، وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو. خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك. مع السلامة.